لما قلبك يقولك يمين وعقلك يقولك شمال، انت بقى هتروح فين؟ عمرك خدت قرار وانت حاسس ان قلبك بيجرك لحفرة بس انت سايبه؟ اهو ده بقى الكمين اللي احنا بنقع فيه كلنا. في قرارات كده بتيجي قدامنا تلاقي قلبك بيقولك يلا يا عم روح، وعقلك بقى واقف بيزعق ارجع ارجع ما تروحش، ويقولك هتندم. بس احنا كالعادة يعني بنسمع للي بيهمس وبنسكت للي بيصرخ فينا. عارف ليه بقى؟ عشان قلبك بيلعب على المشاعر اللحظية، يعني فرحة صغيرة، لحظة حلوة، بس العقل بقى بيلعب على المدى البعيد. هو شايف اللي هيحصل بعد كده ايه، يعني شايف بعد ما الضحكة دي تخلص والتمثيلية دي تخلص ايه اللي هيحصل. قلبك ده ممكن يفرحك يوم، بس لو اختار غلط هيزعلك سنين. انما عقلك هيزعلك شوية، بس بعدها بقى ايه؟ هتقول الحمد لله اني سمعت العقل وما سبتش نفسي تتسحب ورا الوهم. في مقولة بتقول الندم على قرار عقلك أخده أهون بكتير من وجع قلبك لما يكتشف إن هو مغفل. فاسمعني كده وعايزك تركز معايا. قبل ما تختار حاول توطي الصوت اللي جاي من قلبك شوية، واسأل نفسك لو صاحبي ده في مكاني هنصحه بإيه؟ لو لقيت الإجابة عقلانية شوية دوس. ونصيحة مني بقى، خد القرار اللي يزعلك يوم بس هيفرحك سنين. اوعى تاخد القرار اللي يخليك فرحان في لحظة ويزعلك بقية عمرك. خليك واعي واسمع لعقلك قبل قلبك.